السلام عليكم. تعالى اقولك بقى، لو احنا كده في اخر الشهر وفي زنقة امتحانات والجو حر مش عايزين وقفة كتير في المطبخ، هقولك على وصفة هتعمليها تنفع غدا او عشاء لاولادك وطعمها خطير، وممكن تشتريها من بره بمبلغ وقدره. تعالي بقى نعملها سوا مع بعضينا. لكن قبل ما ابدأ معاكم في الوصفة، انا شيماء فرغلي ودي قناتي، اتمنى الاشتراك في القناة. اول حاجة معايا طاسة على النار فيها شوية زيت او مادة دهنية اللي عندك، وحطيت فيها بالظبط اقل من تمن لحمة يا جماعة، حرفيا ده تمن لحمة. تمام. هنزل بعد ما طبعا شوحته لوحديه ولونه اتغير للون البني الفاتح اللي انتوا شايفينه ده، هنزل عليه ببصلاية كبيرة او بصلتين على حسب كمية بقى اسرتك. يعني مقطعين جوليان، يعني حلقات يا جماعة للي مش عارف يعني ايه جوليان. وشوحي الكلام ده كله مع بعضي، وانزلي بقى بالتوابل بتاعتك، عبارة عن معلقة صغيرة من الفلفل الاسود والكزبرة والسبع بهارات او بهارات لحمة المتاح عندك، وطبعا نص معلقة من السكر والملح بتاعك. نزلت بكله ده بعد ما تشوحه وخلاص دخلت على سوا. نزلت بكم فلفلاية رومي كده، يعني ممكن تحطي رومي او حامي زي ما تحبي، وقلبي كل الخليط ده بقى مع بعضي. وتعالي بقى هاتي لفة جلاش او لفتين. انا في الحقيقه استخدمت لفه ونص، مطلعاه من الفريزر حالا، عشان كده بقولك الوصفه ما خدتش معايا بالظبط بالتسويه بكل حاجه في الحقيقه، يعني كمان بعد ما استوت خدت بتاع ممكن نقول 40 دقيقه بالظبط. قطعتهم بالشكل اللي قدامك ده بالسكينة، او قصقصيها بمقص او فرفتيها بايدك براحتك. هتجيبي صينيتين بقى يا ست الكل وهتدهنيهم بمادة دهنية. وهقولك بقى علشان خاطر ما يلزقش معاكي الفطير ده واحنا بنعمله، هقولك تعملي ايه. هتدهنيها سمنة او زبدة، وتروحي بقى مبدراها كده او رشاها. تعملي قاعدة كده من الدقيق مع السمنة، عمرها ما هتلزق منك ابدا. خدي التركه دي وما تنسيش تدعيلي عليها. فرفطي بقى الجلاش اللي احنا قطعناه. انا استخدمت لفه ونص للامانه عشان يطلع لي الصينيتين دول، واحده تقريبا مقاس 24 وواحده مقاس 26. معايا بقى تعالي نعمل الخليط اللي هنعمله على ده. معايا يعني ربع كوباية من السمنة او زيت المتاح عندك، او زبدة، مفيش مشاكل خالص. وضفت عليها كوباية من اللبن وبيضاية واحدة. استني، ما تسيبيش الفيديو وتطلعي وتسيبيني يا ست الكل من غير اللايك والاشتراك في القناة، لسه في تريكات جاية. هنضيف طبعا عشان البيضة هنضيف نص معلقة من الفلفل الاسود، وقلبي الخليط ده واستني علشان في اضافة قوية جاية هتودي الطعم في حتة تانية خالص. ضفت زي ما انتوا شايفين كده زي كوباية من الزبادي او اقل بحاجة بسيطة، وقلبي كل الخليط ده. الزبادي بتديه طعم جميل مع البيضة. وهحط بقى مكون هيمسك لي الجلاش في بعضيه وهيخليهولي كأنه فطيرة انا عجناها بالظبط. معلقتين من الدقيق. قلبي الخليط ده كله، وطبعا ما ننساش نحط نص معلقة من البيكنج باودر علشان الخليط يبقى منتفخ كده ومورق من جوه، ما هواش معجن. وطبعا حطي ظبطي الملح بتاعك. كل الخليط الخطير ده، خليط التشريب ده يا جماعة، هتدعولي عليه ان شاء الله. وما تنسوش لو حابين اي وصفات اكتبوها لي في الكومنتات. معايا هنا بقى هبتدي اسقسق كده للصينيتين اللي قدامكم دول. يعني كل صينية انا مستخدمة فيها لفة الا ربع من الجلاش. حاولي بقى ما تكبيش مرة واحدة بالكسرولة او مثلا بكوباية او بكبشة، لا، انا عايزاكي بالمعلقة وتعملي لي خليط متساوي على وش الصينية كلها، علشان انا عايزة الجلاش ده يشرب من مادة التشريب اللي احنا عاملينها دي. مادة التشريب دي اعتمدوها في اي تسقية جلاش او اي حاجة صواني جلاش هتعملوها، او البوريك التركي اللي هو محشي برضو اللي هو معمول بالجلاش. بس استغنوا عن البيضة، انا استخدمت البيضة هنا علشان انا عايزة قاعدة متماسكة من الجلاش. انا سايباه، يعني ما تخافيش ما تقوليش الخليط كتير، لا هو هيشربه وهيديكي يعني قوام كده متماسك وفي نفس الوقت طري.
شايفين؟ احنا طبعا بنقول هنعمل حاجة اقتصادية، فانا ممكن انت تحطي الخليط ده كله في صينية واحدة. طب وليه؟ طب ما احنا نوزعها كده وانك تكفي من الحبايب كتير يعني. رشراشي بقى كده. احنا اصلا لو اشتريتي البيتزا من بره او يعني فطير شرقي، بيبقوا يعني مشممين كده وش الفطيرة بالحاجات دي. طبعا كان عندي زيتون مخلل في الحقيقة، مش زيتون مخلي، بس انا قطعته كده. شايفين؟ انا بنطور عليه كأني بزرع قمح او ببذر قمح كده بالبلد يعني في ارض. ما انا بصراحة عايزة انجز وانجز الوصفة بسرعة. كنت مشغلة بقى الفرن قبلها كده بربع ساعة. أول ما ابتديت، عندك شوية جبن حطيهم، ما عندكيش مش مشكلة خالص. أي نوع جبن خلقها ربنا. في الحقيقة اللي أنا حطاه ده ميكس جبن الحمد. حطيت كده، قلت تدي تطعيمة. شايفين ما شاء الله شكل الصواني يتاكل اصلا ني من غير ما يدخل الفرن. دخلتها الفرن على درجة حرارة 190 او 200. الرف الاوسط. قعدت بالظبط ربع ساعة، ومن غير ما افتح الشواية حتى كانت اتحمرت وبقت قمر كده. ما تنسوش ان انا كنت حاطة زيتون اسود. شايفين بقى؟ شايفين القاعدة؟ قسما بالله ما من دون اي مقاومة. مديت البتاع كده، البتاع المقطع ده طلع معايا بسرعة الفطير. ليه؟ علشان التركة بتاع دهن الجلاش والقاعدة اللي احنا عملناها. ياريت تدعموا الفيديو باللايك فضلا والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. ومكونات اي وصفة زي ما انا معوداكم حطها لكم في صندوق الوصف، وحبة وصفات كده حلوين علشان خاطر عيونكم. شايفين؟ شايفين؟ طري وجميل بحاجات بسيطة. يعني بألف هنا وشفا على